هاي يا اصحابي، وصفة النهارده هي احلى واهش عجينه ممكن نعمل بيها احلى عيش. تعالوا بقى بينا ندخل المعمل ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنحتاج ان احنا نجيب الدقيق بتاعنا. انا جبت دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. هنستخدم منه كوبايتين كبار من الدقيق او بما يعادلهم، ممكن 10 معالق من معالق الاكل. هنبدأ نحطهم في البولة اللي احنا هنشتغل بيها، وطبعا الكمية تقدروا تتحكموا فيها زي ما انتوا عايزين. ده هيعمل لي زي ما انتوا شفتوا كده الاتنين عيش دول، او هيعمل لي كمان اتنين كنت مغطياه بيهم الطاجن بتاعي، فممكن نتكلم في 4. فلو عايزين تقللوا الكمية او تزودوها طبعا تعملوا نسبة وتناسب للكمية اللي احنا استخدمناها. بعد كده هبدأ بقى ان انا بعد ما حطيت الدقيق اجيب معلقتين كبار من السمنة، وابدا بقى ان انا اهم حاجه يكون غني كده بالسمنه. فهبدا بقى ان انا اعجنه مع الدقيق كويس قوي، او في ناس بتقول ان ده بنقول عليها ان احنا نبس الدقيق مع السمنه بحيث ان هو يبقى شارب من كل السمنه اللي كانت موجوده. هفضل اعمل الخطوه دي لحد ما اتاكد كويس قوي ان الدقيق والسمنه داخلوا في بعض، وده كده شكلهم هيكون شكلهم مرمل. لو مسكتهم هيبقوا عاملين زي الرمله كده. هوريكم برضو القوام بتاعهم. ده كده انا متاكده ان انا جاهزه ان انا اشتغل في العجينه بتاعتي عشان الدقيق شرب من كل السمنه. هبدا بعد كده انزل بقى ببضايه، وبعدين هنزل برشه ملح، ونبقى احنا كده جاهزين نحط البيكنج باودر. وكده يبقى فاضل لنا حاجه واحده بس، وهي الزبادي. انا الزبادي مش هنزل بيه مره واحده، هي عامه علبه واحده، بس انا هنزل بيه على مرتين علشان حسب نوع الدقيق. وانتوا برضو اعملوا نفس الكلام، لان احنا مش هنستخدم اي ماده تانية غير الزبادي هي اللي هنعجن بيها. فخلوها على مرحلتين علشان على قد الكميه. انا بس محتاجه ان الدقيق يتلم معايا مش اكتر، مش هقعد ان انا اعجن فيها. فببدأ ان انا المها بالسباتولا كده، وبعدين هبدأ بقى ان انا كان محتاج مني بقية الزبادي فحطيته لحد ما كونت عندي العجينة دي. اسيب العجينة ترتاح معايا، اقل حاجة لازم نسيبها هي ساعة علشان بس تبدأ انها ترتاح وتتفرد معايا كويس اوي. ده كده شكلها ما بتلزقش خالص وطرية جدا. هبدأ انزلها بقى على سطح مرشوش كويس قوي دقيق علشان اضمن ان هي مش تلزق مني خالص. زي ما انتوا شايفين هي بجد بتروح وتيجي كده معاكم، فهي حلوة قوي. واهم حاجة طالما احنا ظبطنا العجينة فاحنا كده ضامنين كويس قوي ان احنا كل الشغل بتاعنا هيبقى مظبوط. هبدأ بقى اشكلها اللي انا عايزة اشتغل عليه. انا كده عملتها زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى افردها على نفس الشكل ده. بصوا العجينة بتمط ازاي، ده كده معناه ان احنا نجحنا فيها. وبعدين هبدأ بقى انزل بالجزء المهم قوي، ان انا هحط حبة البركة والسمسم. ممكن تدهنوها او ممكن تستخدموا التركه اللي هقولكوا عليها دي عشان نخليه يتداخل مع بعض، واضمن لكم انه مستحيل يطلع من العجينه. احنا نبدا نمشي بيه بالنشابه كده، احنا مش بنعجنه بس كده، ماشيه خفيفه قوي. بصوا اترفع ازاي في ثانيه. وهبدا بقى احطه في الصينيه واعمل لكم التانية. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وشوفوا الوصفات اللي عملناها بالعجينه قبل كده هسيبها لكم فوق في الفيديو، وقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي برضو عايزين الفيديو الجاي يكون عباره عن ايه. ده كده التانية عملتها قدامكم برضو عشان تشوفوها بشكل سريع كده. وزودوا بقى زي ما انتوا عايزين حبة البركة او السمسم بالطريقة اللي انتوا بتحبوها، وهبدأ احطها جنبها كده. وانا زي ما قلت لكم الكمية عملت لي الاتنين اللي ورا كمان كانوا غلاف بتوع الطاجن. وده بجد احلى عيش تغمزوا بيه الطاجن، او ممكن تاكلوا بيه اي حاجة تانية، هو فظيع. وممكن تعملوا منه فطاير كمان. الطريقة دي للعجينة خلتها هشة وحلوة جدا، نقدر نستخدمها في كذا حاجة. ده كده كان شكلهم كلهم على بعض. ولو ما شفتوش لسه فيديو الطاجن ده فاكيد فايتكم كتير قوي، لازم تروحوا تشوفوه. هسيبهولكوا برضو في الفيديو من فوق. بعد كده هبدأ بقى انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. بنسيبها فترة، ممكن نسيبها A few moments later. بعد نص ساعة. افتحوا بصوا عليها، ولو محتاجة اكتر سيبوها شوية. وده يختلف على حسب الفرن بتاعكم. ده كده شكلها حاجة كده سوبر فلافي وسوبر تيستي. ده كده شكله من جوه هش خالص، تقدروا تاكلوه مع الطاجن او مع اي حاجة تانية. وبالهنا والشفا جربوها وقولوا لي رايكم ايه. هستناكم تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، وقولوا لي محتاجين الوصفة اللي جاية تكون عبارة عن ايه. بالهنا والشفا، وحاجة كده سوبر تيستي. اشوفكم في الوصفة اللي جاية. باي.